ملف 2014 للأسف الشديد أصبح في طي النسيان، أي نسيان. يستدعي الموقف انه يباتوا هنا شهر، بباتوا مضطرين، لانه هيك هو عاطل عن العمل نظرا للاوضاع السيئه اللي هو عايش فيها. احنا دورنا اتدمرت، واحنا مسجلين عند الوكاله، وقعنا على عقود كويس، والوكاله اجاها فلوس كتير. الوكاله بتدعي انه فيش عندها مصاري، هذا كلام غير صحيح. الوكاله بتعطي موظفينها للترفيه بتعطي موظفينها. احنا دورنا اتدمرت، احنا يصلحوا لنا اياهن، احنا موضوعنا عاف عليه الزمن، احنا إلنا 9 سنين بنعاني. اصحاب الدور اللي تضررت هدم جزء وش هدم كل من 2014. طبعا احنا 10 سنين خشينا في العاشره، لا يعقل ان نضلنا بدورنا سواء بدون اصلاح او بناء او استئجار، ما حدش مدور عليه. احنا صلحنا دورنا على اساس دينا من الناس، ما فيش معنا مصاري، على امل انه الوكاله تعود تعطينا مستحقاتنا ونسد المصاري. حق مستحق لنا، وقعنا مبلغ، وبرغم انه المبلغ اللي وقعنا عليه كان فيه ظلم وجور علينا، لكن قلنا ريحه البر ولا عدمه، بنصلح وبنمشي حالنا، لكن كمان انه يتسوى ملفنا. احنا هذه وكاله الغوث هي المسؤوله علينا كلنا، بنعرف حقنا عن عندها. عارفه الوكاله بتعرف انه في ناس متضررين، وعارفه انه الحصار عمل دوره، وعارفه انه الظروف الاقتصاديه سيئه جدا عند المجتمع الفلسطيني وخاصه اللاجئين. طب بتوقف معاهم يا اخي، هي مش عامله مساعدات انسانيه، وعامله حقوق انسان، وعامله عيادات صحيه، وعامله كمساعده للشعب. طب $500,000 اتفقوا على انها اقتطعت من الحمايه المجتمعيه في الوكاله. طب الحمايه المجتمعيه لو انها حمايه مجتمعيه مضبوط تقتطع منهم للاضرار، تدي ناس وناس لا، على حساب مين؟ الوكالة فقدت مصداقيتها أيضا أمامنا عندما لا تفي لنا بعقودها ووعودها معنا، فهي تفقد مصداقيتها أيضا أمام الممولين، وتترك أضرار 2014 ويجي يقولوا لنا مدير الوكالة يطلع الأجنبي ويقول إنه ملف 2014 للأسف الشديد أصبح في طي النسيان، أي نسيان. أنت حر، بدك تنسى الحقوق اللي عليك بنلاحقك قانونيا، بنلاحقك في محاكم دولية كمان، أنت متعاقد معنا، ولا يجوز أن تتنصل من عقودك اللي تعاقدتها معنا. أصبحنا نصابين قدام الناس اللي لهم علينا حقوق. حيكون في تصعيد